أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. فيش حل قضية الفلسطينية، وربما من على نهار 3 في الخطاب تاعي في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة غادي نكرر نفس الشيء. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مقدسة، أم القضايا، قضية جوهرية. يا رب تحمي القدس، يا رب يا رب يا رب تحمي القدس، يا رب يا رب يا رب تحمي القدس، يا رب يا رب يا رب تحمي القدس، يا رب. برامج التحضير القتالي تراعي الأوضاع والمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية، وكذا تطور منظومات التسليح وإدارة العملية العسكرية، بما يؤهل الأفراد والوحدات للاطلاع بمهامها النبيلة والمقدسة على الوجه الأكمل. أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا، نسلو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أزل. تاريخنا عريق وأرضنا طاهرة لا تقبل الدنس، وسواعدنا قادرة على حفظها واستقرارها. الجزائر هي أيضا مكانة استحقتها بين الأمم، فالدفاع عنها أولوية وقضية أبدا لا تنتظر. اليوم نعول على كل واحد وهو في المنصب نتاعو، من الجندي البسيط إلى ما أعلى، مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا، ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كيما جدودنا وبياننا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير، وكل الفضل يرجع لكم. دين الإسلام يؤاخينا، هامة المجد مرابعنا، والله الحافظ يحمينا، يا سائل عرب ملتنا، دين الإسلام يؤاخينا، هامات المجد مرابعنا، الله الحافظ يحمينا من أجلك. الجيش الوطني الشعبي سليل الرجال الأبطال والأحرار، الخادم الوفي لبلده والمخلد لتقاليد شهداء ثورة نوفمبر المجيد، سيظل مدافعا عن استقلال الجزائر وسيادتها، وحاميا وناصرا لشعبها في كل الظروف. يا خيل الليل يا خيل الليل، ردي عالتحدي، وحدي من نجمة فيكي تحدي، وانا من ربعكم، وانا من ربعكم مرحل تحدي،
حتى العديلين ويصيروا حباب. قوة الجيش الوطني الشعبي وهذه الوحدات المنتشرة عبر كامل ترابنا الوطني قوية أيضا بدعم أبناء الشعب الجزائري لجيشه ومساندته والوقوف إلى جانبه. عمق شعبي يدرك الجيش قيمته، فهو منطلق للقوة وعامل للوحدة والانسجام. إن القراءة السليمة لخلفيات وأبعاد الأحداث الدائرة في المنطقة والعالم، والإدراك الصحيح لحساسية المهام الواجب القيام بها ليلا ونهارا لمواجهة أي طارئ، حماية للأمن الجزائر وحفاظا لسيادتها الوطنية وصونا لحرمة أرضها ووحدتها الشعبية، تحثنا باستمرار على البحث الدائم عن عناصر القوة الكفيلة بتقديم الإضافة النوعية في مجال التطوير المتواصل للقدرات العملياتية لقواتنا المسلحة، وذلك هو الهدف الأسمى والأساسي الذي نسعى إلى تجسيده مع كل جهد فردي وجماعي يبذل طيلة سنة التحضير القتال. في هذا الإطار بالذات تصبح كافة حدودنا البرية ومياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي أمانة بين أيادي رجال الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، يحفظونها في ظل السياسة الحكيمة والثابتة التي تنتهجها الجزائر. ظل الساحل الإجراح كضوء ظل الساحل، ولا يمكن ضوء الدنيا تنزع من إيد الساحل. ظل الساحل الإجراح كضوء ظل الساحل، ولا يمكن ضوء الدنيا تنزع من إيد